البط بقى اللي في الكيس الحراري اللي كلنا بنخاف منه، المستوي الجميل ده، والخضار كمان مستوي وطلع بالشكل ده تحفة. وكمان مسكت الشوكة بقى، حبيت ان انا افتحها لكم كده اللحمة عشان اوريكم ان اللحم بتاعه مستوي وجميل، وكمان العظم زي ما انتوا شايفينه مفيهوش دم ولا حاجة. تحفة جدا. هوريكم بقى التتبيلة عملتها ازاي. معايا كده بولة، ونزلت كده نص كوباية كده عصير ليمون، وعليه معلقتين بصل كده مفروم. طبعا البصل ده انا بتبله وبحطه في الفريزر يعني جاهز عندي. اخدت كده معلقتين على عصير الليمون، ومعلقه فلفل احمر حار. ما بتحبيش الحاجه سبايسي يعني استغنى عنها. طبعا نزلت بكل ده كده مع بعضه، البصل والليمون والفلفل، ومعلقه توم كده صغيره. توم طبعا بيطلع ريحته كده بتبقى جميله طبعا، ومعلقه صلصه كبيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تتبيله بسيطه وجميله، كانت مخليه البطه معايا يا جماعه روعه، واللحم بتاعها كده طري ومستوي جميل. طبعا نزلت كده ببشر ليمونه بتمنع الزفاره، وطبعا جنزبيل في التوابل حلو قوي، وحبهان وبهارات وملح وفلفل اسود، ومعلقه برضو كزبره وصويا صوص. كل ده التوابل بتاعتي يعني. كل ده كده بتقلبيه كويس مع كوبايه ميه والملح بتاعك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقلبي بقى التتبيله كده كويس معاكي. طبعا بقى بعد ما عملت التتبيله، مسكت البطه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقى هتمسكي كده السكينه وتقعدي تفتحي كده في البطه بتاعتك في كل مكان فيها كده وتحت الجلد، عشان تتشبع كده من التتبيله وتبقى جميله، واللحم بتاعها يبقى ايه طري كده وجميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عاوزة تخليها يوم كامل في تبيتها في التلاجة يكون احسن يعني. عاوزة تسيبها ما عندكيش وقت، ممكن تسيبها على الاقل 3 ساعات. طبعا قعدت كده اعمل فيها فتحات بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت بقى كده بالتتبيلة كويس. تمسكي بقى كده اكنك بتعملي لها مساج كده للبطاية بقى تحت الجلد كده، في كل مكان فيها. تدعكي كده التتبيله كويس في البطه بتاعتك. طبعا عاوزه تلبسي جلافز براحتك، عاوزه بس احنا في البيت كلنا يعني ستات بيت بنشتغل بايدينا عادي. بعد ما تبلتها كده كويس بقى، هغطيها بستريتش وهدخلها التلاجة. يا ريت تخليها في التلاجة يوم كامل، او على الاقل 3 ساعات. طبعا بقى بعد ما اخدتها، بعد ما سبتها في التتبيله كده فتره طويله، كنت بقى معايا بصل كده طرنشات او جوليان وفلفل اخضر. حشيت كده قلب البطايه بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبعد كده كتفتها كويس، وهحطها بقى في الكيس الحراري بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. طبعا ده كيس حراري بوريهولكم. طبعا عاوزه تحطي بقى اي خضار متوفر عندك براحتك. انا كنت عامله بطاطس وعليها طماطم وفلفل اخضر بس وبصل. عاوزه تحطي اي خضار دي حاجه ترجع لك انتي. بدات ان انا احط البطايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا البطايه انا عامله لها محلول النقع يا جماعه، سبته ليله كامله فيها. طبعا بيشيل الزفاره، بيخلي البط معاكي جميل. لازم تعملي الخطوه ده عشان خاطر ما يبقاش زفر معاكي. وبعد كده ربطتي بقى الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ بقى ان اعمل في الكيس على الاقل 3 فتحات ولا حاجة، عشان خاطر الكيس ما يفرقعش وهو في الفرن. لازم الخطوة دي تفتحي الكيس كده بالسكينة، وتنزلي بقى بالمية السخنة. بعد كده بقى بتدخليها الفرن. اخدت معايا بالظبط 3 ساعات، وكانت طالعه مستويه وجميله. وانتوا شايفينها عامله ازاي تحفه جدا. بعد ما استوت بقى طلعت الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا وانتي بتفتحيه خلي بالك عشان بيبقى لسه طالع وسخن، ما يفرقعش يعني في وشك. تفتحي الكيس كده بالراحه بالمقص بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. طالعه تحفه جدا، وريحتها كانت قلبة البيت يا جماعه وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مستوية والخضار مستوي، وريحتها كانت قلبة البيت، لان التتبيلة بتاعتها كانت بسيطة وجميلة جدا، ومفيش ريحة الزفارة عشان مع محلول النقع اللي انا عاملاه. وبوريكم ان البطاطس مستوية وخالص. بصي كمان بالشوكة اللحم بتاعها مستوي وابيض وجميل، مفيهوش دم ولا حاجة.
زي ما وريتها لكم كده زي ما انتوا شايفين، وفي اول الفيديو العظم مفهوش دم ولا حاجه لانها مستويه صح، والتتبيله بتاعتها جميله. وما تخافوش، الكيس الحراري بيخليها طالعه مستويه وجميل. في ناس بتخاف ان البط ما بيستويش، لا بيستوي وطالع جميل. وصلتوا بقى معايا لحد هنا، ما تنسوش بقى تدعموني في القناه واللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد مننا، وتتابعونا على القناه بتاعتنا. واشوفكم على خير ومع السلامه.